السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. انا جاي اقدم لكم النهارده صينية بطاطس بس ارداحي ارداحي، ما فيهاش حاجة لا لحمة ولا غير لحمة. بس ايه، الحمد لله احنا واكلين كل امبارح لحمة، فقلنا ايه اما نشتغل ارداحي النهارده عشان مش كل يوم طبعا لحم. صينية بطاطس بس هطبخها في الصالة. مش عارفة الناس اللي بتعمل الفيديوهات ديت بتعملها ازاي في الصالة، فانا جاي اجرب لكم النهارده واعمل صينية البطاطس في الصالة عشان نشوفها تطلع حلوة ولا مش حلوة. يلا بينا. انا لازم اشوح البصله كده واخليها تاخد لون، تتبل يعني ايه؟ تدبل كده عشان ما تبقاش حيه كده في البطاطسايه. احط بقى البطاطسه صينيه بطاطس في الصاله، مش في اوضه النوم زي ما الناس اللي بتطبخ في اوضه النوم. دي في الصاله لما نشوفها تطلع حلوه ولا مش هتطلع حلوه. خليكم معانا عشان تشهدوا بالحال شوفها هتطلع حلوه ولا لا. احط بقى ايه شويه كمون كده وشويه فلفل. قول لهم عاملين ايه يا علي؟ قول لهم كل سنه طيبين. قول لهم حطوا لايك. شويه ملح بقى. ما تخافوش مش هتطلع حد، الملح الناعم ما بيحداش. سلام لما تكون الدنيا واقفه كده، الدنيا واقفه والحال مش ماشي وتقولي الحمد لله. والله العظيم يا جماعه متعه لما تكون الدنيا واقفه معاك كده وتقولي الحمد لله. والله العظيم بتحسي بمتعه مع صينيه البطاطس بالارداحي طبعا. صح قولي صح يا علي. صح يا علي. اللي نسيبها بس ايه دقيقه واحده بس كده تتشوح تمام. قول لهم حط لايك حلو يا علي كده هزعل منك. قول لهم حطوا لايك. لا خلاص بقى روح بعيد بقى قدام انت بتقولش حاجه. هقول طب يلا قول حطوا لايك. كده خلاص يا حبايبي اتشوحت معايا هي في الصالح اتشوحت صينيه البطاطس اهيت. وهحط لها بقى ايه الطماطم بتاعتها. صح يا علي؟ هنحطوا ايه؟ الطماطم. والله يا جماعه شكلي مش هكمل هنا خالص، لازم انزل تحت. شكل الدنيا مش نافعه هنا خالص. امال ايه بيطبخوا في اوضه النوم ازاي يا جماعه؟ بيشيل الانبوبه ويشيل العزال ويروحوا اوضه النوم يطبخوا ازاي؟ زودنا شويه ميه كمان كده عشان خاطر ايه البطاطس تبقى دايبه كده، دايبه طيبه ودايبه. بس صلوا على النبي يا جماعه عشان مش هينفع كده خالص. انا هنزل تحت اكمل في المطبخ. يلا تعالوا معايا. انا يا جماعه نزلت اكمل هنا عشان ما عرفتش اكمل تحت بصراحه، فوق بصراحه في الصاله، فقلت اما انزل ايه اكمل هنا كده بقى ايه تسيب على مهلها كده. انا بكون عملت ايه شويه رز. عليها تصوير في
الصفار اللي في الحله ده يا جماعه عشان الايدام كان قدح جامد. لا تفكروا ولا حاجه ان الحله وسخه ولا حاجه، لا كان الايدام قدح جامد مني. يا صينيه بطاطس ان شاء الله ارداحي ورز ارداحي، بس ان شاء الله باذن الله طعمهم هيبقى احلى من اللي بلحمه. بس يا علي بس يا علي، تعالوا بقى نولع الفرن زي واحط في صينيه البطاطس. لازم بقى نقلها في الفرن كده عشان خاطر ايه تاخد وش جميل كده وايه وتكون 100 100. يلا بقى نزود الرز، بس انا مش هزوده ميه، هزوده شوربه. بدل الميه هزوده شوربه، والله العظيم بيبقى طعمه عسل ومحدش يعيب عليه. وجربوه وشوفوه وقولوا ايه رايكم. بدل ما تزودوا شوربه، بدل ما تزودوا ميه زودوا شوربه. شوربه فراخ بلدي، احلى فراخ بلدي، ودي الشوربه بتاعتها. وان شاء الله رز يبقى زي العسل عسل. ازودها كمان شويه كده عشان ايه لسه عاوز شويه. والله العظيم لو عندك شوربه باقيه، لو عندك شوربه باقيه وعملت شويه رز محمرين بشعريه وعملت زودتهم شوربه، هتبص تلاقي الرز كانه كانه رز بالفراخ، بالذات لما يكون فراخ بلدي. جربوا وقولوا لي ايه رايكم. غطي بقى ونبص على الصينيه. بدأ تغلي. علي يا جماعه الانبوبه شطبت مني وعلي عمال يهزها لي. هزي يا علي جامد عشان تكمل الاكل، هزي جامد يا على الليت. هجيب له بس سخان ميه بسخنه لها عشان خاطر ايه تكمل معايا الاكل، لان هي خلاص شطبت مني. اجمد وقفها، يلا وقفها يا علي، وقفي الانبوبه. لا مش هينفع اوقف. ليه؟ حاول يلا، حاول يلا عشان تبقى شاطر. ها لا انت كده ضعيف بقى، انت كده ضعيف. عشان تكمل معايا بس الاكل، لان الانبوبه شطبت مني وما عنديش انبوبه مليانه. اللي سخن الميه السخن المغلي دوت بيخليها ايه تكمل معايا. لو هدس رز واعمل اكل من اول وجديد بتظبط الدنيا معايا خالص، عشان ايه ما احلش الانبوبه واوديها وهي فيها لسه غاز. بصوا يا جماعه شويه الميه المغليين دول بتخلي الانبوبه دي تكمل معايا الاكل حتى لو هعمل ايه. يلا بينا بقى نبص على الرز بتاعنا يا جماعه. الرز اللي هو بالشوربه طبعا. اللهم صل على النبي. خلاص اهو مش هيكمل يا دوبك 10 دقايق كده. ال10 دقايق ولا ال5 دقايق هيكون. طب هنا كان حته اللحمه بتاعت علي هي كانت باقيه، فقلت ايه اما اسخنها له واحطها له واكلها. قلت اما اقلبه كده عشان يطيب على طول برضه ما يقلبش في الطاوله. بصوا يا جماعه والله العظيم مش عايزه اقول لكم على ريحه الرز. ريحته ايه عسل. وبصوا الرز مفرفر ازاي، يعني الشوربه مخليه كمان ريحته عسل، وان شاء الله يبقى طعمه عسلين. سيبوا بس كمان دقيقتين كده. تعالوا نشوف صينيه البطاطس. مش بترخرة هي، اسيبها بس تاخد وش بس كمان وخلاص. طبعا انا عارفه ان الفيديو مش مستاهل يعني اسمها مش باللحمه، بس لا والله العظيم ان شاء الله تبقى اللقمه جميله واحلى، اللي هي احلى من هي اللي باللحمه كمان ان شاء الله. علي ابني ماسك لي يلا ناكله يلا ناكله. ما نشوف صينيه البطاطس بقى يا جماعه. عسل اهي، عسل اهي يا جماعه، عسل اهي ارداحي بس عسل ناح، عسل ناح. ده مناب علي، منابك اهو يا علي. ما تخليش ياسين ياكل منك ولا محمد، ماشي؟ خلي ماما بس اللي تاكل.
ورزنا طبرخ اهو. ماما والله العظيم يا جماعه رز زي العسل. معايا. ايه انا اللي هاكل معاك ماشي. ماشي. ما تاكلش حد تاني. ما تاكلش حد تاني. ماشي. الرز بتاعي مفرفر اهو. رز بالشوربه بس مفرفر والله العظيم يا جماعه، مش عايزه اقول لكم على طعمه وريحته. جربوه لما يكون عندكم شوربه كده باقيه، جربوه واعملوا الرز المحمر بيه وشوفوا كده واتفرجوا على الطعم بتاعه والريحه بتاعته. ماما نعم. اللهم صل على النبي. بصوا نعم يا علي. حطيلي شرب. الله صل على النبي عليك يا ماما. ايه يا رب يا جماعه تكون الصينيه بتاعتي عجبتكم والاكل الارداحي اللي على اصوله عجبكم. يكون الاكل الارداحي طبعا صينيه ارداحي ورز ارداحي. ما احنا كل يوم بناكل لحمه مش كل يوم طبعا، مرتين ثلاثه في الاسبوع. قلنا ما نغير النهارده ولسه واكلين لحمه امبارح، قلنا ما نغير النهارده ونعمل ايه اكل ارداحي زي ده كده. صح يا جماعه؟ عايزين احلى لايك يا جماعه واشتركوا في القناه، واللي اول مره يشوفني طبعا يشترك في القناه.